السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة. المحاضرة دي هنتكلم عن مكتبة الباي ستايل. هنتكلم عن ازاي تخلي شكل التيرمينال بتاع بايثون جميل. ازاي؟ يعني هنتكلم ازاي تحول بايثون من الشكل التقليدي اللي هو الشكل ده للانبوت ده كده عبارة عن برنامج بيجمع بالرقمين. ازاي تحوله من الشكل ده للشكل ده، شكل كده جميل واحترافي. الشكل ده انا عملته باستخدام مكتبة اسمها الباي ستايل. دي مكتبة بتخلي شكل التيو اي ديزاين جميل. ايه هو التيو اي ديزاين؟ التيو اي ديزاين ده هو اللي انت شايفه قدام حضرتك، اللي هو التكست يوزر انترفيس، اللي هي واجهة المستخدم الكتابية. المكتبة بقى مختصة بانها بتخلي الشكل ده جميل. تابع الفيديو للآخر عشان تضمن ان انت اتعلمت المكتبة 100% من اولها لاخرها. اول حاجة عشان نثبت المكتبة دي لازم اول حاجة تكون مثبت اصلا لغة بايثون عندك على الجهاز. انت طبعا مثبتها، وده اللي انا هفترضه في المحاضرة دي، ان انت مثبت لغة البايثون عندك على الجهاز. هاجي هنا كده في البحث وهكتب cmd. بعد كده اختار الكوماند برومبت عشان ابتدي اثبت المكتبة. اول حاجة نكتب الامر بتاع تثبيت المكتبة، هنكتب pip install by style. دوس انتر، ثبت لي المكتبة. نيجي بعد كده نعمل ملف بايثون اللي هنجرب فيه الاكواد او هنشرح عليه. نيجي كده في البحث وهكتب idle، هختار الانتربريتر بتاع بايثون. بعد كده من فايل هختار نيو فايل، هيفتح لي نافذة جديدة. اجي هنا كده من المنيو بار هختار برضو فايل وهدوس على سيف. هحفظه على الديسكتوب، هسميه project.py وادوس على سيف. هقفل بقى الانتربريتر وهبتدي اتعامل هنا في الملف ده. مبدئيا كده المكتبة دي احنا هنغطي هنا في المحاضرة مجموعة من النقاط عشان نضمن ان احنا اتعلمنا المكتبة دي بالكامل. هتكلم الاول عن المكتبة، وهنتكلم عن الفيتشر بتاعتها، وهنتكلم عن ازاي ننول النصوص، وهنتكلم عن ازاي ننول النصوص مع تأثير الفاد افكت. هنتكلم على تأثير الكتابة، وهنتكلم على توسيط الكلام، وهنتكلم على اضافة بانرز، وهنتكلم على ازاي تعمل بوكسز، وهنتكلم على الكيرسون، وهنتكلم على السيستم فانكشن في المكتبة دي. مبدئيا كده المكتبة دي مكتبة اتعملت زي ما قلت لكم عشان تخلي التكست يوزر انترفيس ديزاين جميل، اللي هي واجهة المستخدم الكتابية، زي ما وريت حضراتكم كده في اول الفيديو. ايه مميزات المكتبة دي؟ مميزاتها ان انت تقدر تلون النصوص، وتقدر كمان تلون النصوص مع تأثير الفاد افكت. ايه هو تأثير الفاد افكت؟ تأثير الفاد افكت ده هو تأثير التلاشي، اللي هو الالوان كأنها سايحة على بعض كده، ده بنسميه ايه فاد افكت او الوان بتتلاشى. كمان تقدر تعمل بيها تأثير الكتابة زي ما شفنا كده في اول الفيديو. تقدر كمان تضيف بانر وتوسط الكلام وتعمل بوكسس. تقدر كمان تخفي وتظهر الكيرسور وتتعامل مع السيم دي عن طريق السيستم فانكشن بتاعت المكتبة دي. خلينا في البداية كده نعرف ازاي نلون الكلام. مبدئيا كده انا في اكواد انا مجهزها هبتدي اتعامل بيها عشان وقت الفيديو. نبدأ بايه؟ اول مثال معانا وهو ازاي نلون النصوص. مبدئيا كده انا هنا حطيت التكست، طالما كتبت هنا حاجة لازم احفظ الملف ده، عشان هنا حاطط لي ستار قبل اسم الملف او فوق بيقول لي ان الملف ده مش محفوظ، لازم احفظه. اجي هنا من الفايل وادوس على سيف، انا كده حفظت الملف. ابتدي اشغل
ده كده شكل كده ايه الاوتبوت. تعال نعرف ايه الاوتبوت ده وازاي عملناه. مبدئيا كده انت اول حاجه بتعملها انك بتستدعي المكتبه، بتقول from by style، مكتبه الباي ستايل import، هات لي منها الكالرز اللي هي الالوان، وهات لي منها الكالر ريت. تمام، ولاحظ ان اول حرف في كل كلمه كابيتال. بعد كده عملت متغير اسمه تكست، كتبت جواه هالو وورلد. هنيجي بقى لطريقتين ازاي تلون النصوص. في الطريقه الاولى ان انت تعمل برنت، تطبع وتقول جواها الكالرز دي اللي انا هجيب منها الالوان اللي انا هنون بيها النصوص. من الكالرز دوت ريد انا هات لي اللون الاحمر، زود لي عليه زائد التكست اللي هو المتغير ده، فطبع لي زي ما انتم شايفين كده هالو وورلد باللون الاحمر. ده كده ايه اول سطر. في الطريقه التانية انت ممكن تلون بيها وهي الكالر ريت دوت كالر، جواها بتاخد 3 ارجيومنت. اول ارجيومنت هو اللون، والتاني هو النص، والتالت هو النص ده هل انت عايز اللون يكمل ياخد كل النصوص اللي تحتيه ولا يقف عند النص اللي انت اديتهوله. ده معنى الارجيومنت التالت. انا هنا مخليه بترو، يعني ايه؟ يعني بعد اذنك ما تلونيش النص اللي تحتيه، خلي النص ده اللون يختصر بس على النص اللي انا اديتهولك. ده كده بترو. قلت ايه؟ color rate دوت color، اديته هنا colors دوت بلو، هات لي لون ازرق، بعد كده التكست، بعد كده هنا ترو. طبع لي زي ما انتم شايفين هالو وورلد باللون ازرق. بعد كده هنا عملت متغير تاني اسمه لتر، اديته نص طويل، قلت له هالو وورلد ماي نيم از عبد الرحمن ايمن سوفت وير انجينير. بعد كده هنا جيت قلت color rate دوت color، واديته اللون الاخضر، واديته اللتر، وبعد كده هنا قلت فولس هنا يعني بعد اذنك اللون الاخضر انا عايزه يكمل معايا على باقي النصوص تحت. هنلاحظ هنا ان انا برضو طابع تحتيها نصوص برنت اذر لتر، طبعت تحتيها كده نصوص، وعملت في الاخر انبوت ده عشان ايه؟ عشان يخليني اشوف الاوتبوت، عشان لو الانبوت ده مش موجود انا مش هعرف اشوف الاوتبوت ده، الكود ده هينفذ ويقفل. هنا زي ما انتوا شايفين كده اللون الاخضر انطبق على النصوص كمان اللي تحتيها. ليه؟ عشان هنا مديله فولس، فالنصوص ما اختصرتش بس على النص اللي انا اديتهولها، لا ده انطبقت كمان على كل النصوص اللي بعديها. ده كده عن ازاي تلون النصوص. نيجي ازاي نلون النصوص مع تأثير الفات افكت اللي هو تأثير التلاشي. اسيف الكود. طبعا انا دي البدايه ثابته، انا هنا استدعيت مكتبه الباي ستايل واستدعيت منها الكالرز والكالر ريت. هنا متغير اسمه تكست، انا كتبت جوان صوص، كتبت هالو وورلد ماي نيم از عبد الرحمن ايمن سوفت وير انجينير. هنا عندنا تأثير التلاشي 4 انواع، عندنا الهوريزونتال والفيرتيكال والدياجونال باكوردز. تمام، هنشوف الكلام ده. مبدئيا كده هننفذ الكود. ده شكل الكود زي ما انتم شايفين. ده تأثير التلاشي اللي هو الالوان كأنها سايحة على بعضيها كده. اول حاجة هنا، اول تأثير معانا هو الهوريزونتال ده بيبتدي من تأثير التلاشي، بيبتدي من اليسار لغاية اليمين، يمشي كده. تأثير التلاشي بيمشي كده. شكل الكود بتاعه هنا قلت color rate دوت horizontal، وطبعا اول حرف كابيتال، بياخد مني 3 ارجيومنت، بياخد مني اللون وبياخد مني النص وبياخد مني قوة او تأثير التلاشي ده، القوة بتاعته عايزها قد ايه. انا هنا خليتها ب5. هنا قلت له بعد اذنك اللون انا عايزه يلو تو بلو تو ريد، يلو تو ريد. يعني انا عايز تأثير التلاشي يبدأ من الاصفر لغاية الاحمر وينطبق على النص ده، وعايز قوة التلاشي تكون 5. تمام. بعد كده هنا عندنا تأثير تاني هو الفيرتيكال، التأثير الرأسي. الفيرتيكال ده بياخد برضو، يعني لو انت تلاحظ ان كلهم بياخدوا نفس الارجيومنت، اللي هو اللون والنص والسمك بتاعه.
اللي هو القوة بتاعت التلاشي، كلهم بياخدوا نفس السمك ونفس ايه الارجيومنت. فهنا الفيرتيكال بيبتدي تأثير التلاشي من التوب لغاية البوتوم، بيبدأ من الأعلى للأسفل زي ما انت شايف كده، بدأ باللون الأصفر وابتدى يمشي تدريجيا لغاية اللون الأحمر لتحت. إنما تأثير الدياجونال ده تأثير بيبدأ من الزاوية بتاعة الأيسر، بيبدأ كده من الزاوية الأيسر لغاية زاوية الأيمن، بيمشي كده خط كده، يبتدي اللون يتدرج معاك بالطريقة دي كده، بيبدأ من أصفر ويبتدي يتدرج معاك لغاية ايه زاوية الأيمن في الأسفل. هنا عندنا برضو diagonal backwards، ده عكس الدياجونال، ده العكس بتاعه، بيبدأ بقى من الزاوية العليا اللي من يمين كده لغاية الزاوية السفلى من اليسار، بيبدأ كده بيمشي بالخط ده كده، ده كده اسمه تأثير التلاشي، بيمشي كده. تمام. ممكن بقى ايه نخفف السمك شوية، نقول هنا مثلا نخلي ده مثلا باتنين، ونسيف الملف ونيجي نجرب كده نشوف شكله ايه. زي ما انتم شايفين كده، بصوا تأثير التلاشي لما انا خففته بدأ معاك زي ما انت شايف كده، شايف اهو اهو. تمام. ده كده بالنسبة لتأثير التلاشي. بعد كده بقى هنتكلم عن تأثير الكتابة. ده تأثير الكتابة. سيفت الملف، اجي هنا كده انفذ الكود. بصوا كده تأثير الكتابة، شايفين ده انبوت. بصوا كده مجرد ما اديله كده ايه اي حاجة، بص شايف في منتهى الجمال. هنا انا جيت قلت ايه استدعيت المكتبة from by style import write. الرايت طبعا هنا كابيتال، الدبليو كابيتال، وقالت لي الكالرز. الرايت هنا قلت له رايت دوت انبوت، قالت لي جواه الانتر، يعني اول حاجه بياخدها، او بياخد طبعا مجموعه ارجيومنتس كتيره. تمام، بياخد ارجيومنتس كتيره. هنا قلت له انبوت، خد اول حاجه النص انتر يور نيم، خد لي هنا اكتب لي النص يكون انتر يور نيم. بعد كده بياخد اللون، قلت له بعد اذنك انا عايز اللون يكون ريد تو بيربل، يكون من الاحمر لغايه البنفسجي، يكون تدريجي يعني. بعد كده قلت له انترفال. انترفال ده هو سرعه الكتابه، سرعه ايه الكتابه. يعني احنا ممكن نيجي ننفذ كده سرعه الكتابه زي ما انتم شايفين، دي سرعه الكتابه. سرعة الكتابة هنا خليتها 5%. تمام، انت ممكن تزود او تنقص زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. ده كده بالنسبة للانبوت. في عندنا بعد كده من رايت دوت برنت، انا عايز اطبع بقى. الطباعة زيها زي الانبوت، بس الفرق ان الانبوت انت بتدخل بيانات، انما الطباعة بتطبع البيانات دي او بتطبع لك الاوتبوت. هنا قلت له ايه رايت دوت برنت، وطبعا اهم حاجه تلاحظ ان كل الحروف بتبدا بكابيتال، اول حرف بيبقى ايه كابيتال، ماشيه بنظام التايتل يعني. اول حاجه اديت له النص، بعد كده اديت له اللون، قلت له اللون بتاعك هيبقى بلو تو جرين، يعني من الازرق لغايه ايه الاخضر، والانترفال بتاعك يبقى 5%. فايه طبع لي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي الاخر عملت انبوت عشان اقدر اشوف الاوتبوت اللي انا طلعته. تمام. طبعا في مجموعة من الارجيومنت كتيرة جدا تنطبق على ده. انا طبعا حابب اقول لكم الارجيومنت عشان زي ما اتفقنا انا لازم اعلمك المكتبة من الصفر لغاية الاحتراف، لازم تتعلمها بالكامل عشان ايه اكون ما قصرتش معاك في حاجة. ده بياخد ارجيومنت تاني، بياخد ايه انبوت. عندنا ارجيومنت تاني وهو الهيد كيرسور. ايه الهيد كيرسور ده؟ هيد كيرسور احنا لو جينا نفذنا كده، شايف هنا مفيش كيرسور. كيرسور اللي هو الكتابة، اللي هو الشكل ده المربع ده، هنا مفيش كيرسور.
ممكن نضيف كيرسور، نيجي هنا كده واقول له الهيد اندرسكور كيرسور انا عايزه بي ترو او انا عايزه فولس مثلا. سيفت، دوست انا طبعا سيفت هنا باختصار الكيبورد، دوست كنترول اس فسيف الكود على طول. تعالى كده ايه نشوف هل الكيرسور هيبان. طبعا الكيرسور باين اهو زي ما انت شايف. بص شفت الكيرسور اهو، هو ده الكيرسور. اكتب بقى اللي انت عايزه هتلاقيه ظاهر معاك اهو، عبده مثلا. تمام، حلو أوي. في عندنا ارجيومنت تاني اسمه ايه؟ اسمه الانبوت اندرسكور color. قبل طبعا ما اديك الارجيومنت ده او قبل ما اشرحه، تعالى الاول اوريك الكود قبل وبعد كده هوريهولك بعد. بص هنا كده الانبوت كلر، هنا لما باجي بكتب اللون الديفولت الاساسي معايا الابيض، ده اللون الابيض. تمام، بص بقى هنا بعد ما اجي اضيف الانبوت كلر واقول يساوي، هديله هنا الكالرز بعد اذنك انا عايز اللون يكون جرين مثلا. كنترول اس، تعالى شغل، قول لي يا عبده زي ما انت شايف ادي الانبوت كلر اهو متلون معايا باللون الاخضر اللي انا اخترته. حلو قوي. عندنا ايه تاني؟ عندنا كمان الاند كلر. الاند دي هو بيقول لك انت عايز التأثير بتاع اللون ده يكمل بعد ولا يقف على يختصر على النص اللي انت بتديهوله. يعني انت عايز ان اللون اللي انت اديتهوله يكمل النص اللي بعديه ولا يقف على نفس النص اللي انت اديتهوله. هنا لو عايزه يكمل بتديله فولس، لو عايزه ينتهي عند اللون ده بس بتديله ترو. هو الديفولت بتاعه ترو. تمام، انا هنا هخليه فولس وهلغي الكود ده السطر ده، وهاجي هنا اكتب اي نص عادي برنت مثلا، اقول other letter وكنترول اس واجي انفذ الكود. اكتب عبده هو معلش ما بياخدش فولس، بياخد اللون. انا بعتذر، الاند هنا بياخد اللون. بتقول هنا color دوت مثلا عايز اللون يكون ريد، يعني كل النصوص اللي بعديه تبقى ريد. تمام، هو بيبقى الديفولت بتاعه وايت، بيبقى لون ابيض. تعالى ننفذ عبده اهو كده النص اللي بعديه بقى باللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده، النصوص اللي بعديه بقت باللون الاحمر. نرجع للكود اهو الاند كده قلت له كل النصوص اللي بعديك تبقى باللون الاحمر. هي الديفولت بتاعها لو احنا شلناها كده الديفولت بتاعها باللون ابيض. يعني سيف كده وتعالى عيد لي الكود ده اهو، الديفولت بتاعها باللون الابيض اللي هو الافتراضي بتاعها، يعني النصوص اللي بعديها باللون الابيض كده. ايه ده بالنسبة لتأثير الكتابة. نخش بقى على اللي بعده، على ازاي نوسط الكلام، توسيط الكلام. عندنا هنا في توسيط الكلام سيف. عندنا هنا لو جينا نفذنا الكود بداية النص العادي بتبقى فين؟ بتبقى من هنا، دي البداية الأصلية للنص. ادينا هو كده النورمال بوزيشن تكست، ده المكان اللي هو الافتراضي اللي هو العادي بتاع النص. أول ما تيجي تطبع برنت بيبدأ ايه من الأعلى كده في اليسار، بيبدأ من الزاوية دي كده بيتكتب كده ويبدأ كده. في عندنا بقى ايه؟ عندنا هنا برضو السنتر. ازاي نوسط الكلام ده؟ طبعا انت اول حاجه بتستدعي الكلاس اللي اسمه سنتر من مكتبه الباي ستايل. يعني قلت هنا from باي ستايل import at center
جيت هنا قلت له برنت السنتر. مين السنتر؟ في عندي تلاتة كلاس. عندنا الاكس سنتر والواي سنتر والسنتر. هنشوف بيعملوا دلوقتي. الاكس سنتر بيوصل الكلام، بس بيوصله منين؟ من النص هنا كده، يعني من الاعلى بس في المنتصف كده. تمام. هنا بتديله النص. نيجي كده نطبع. طبعا اول حاجه نسيف، بعد كده نطبع. بص كده الكلمه الاكس سنتر، بص فين؟ بص سنتر الاكس، بص فين؟ شايف؟ زي ما انت شايف كده في منتصف النافذه اهي. وصلنا الكلام او التكست او النص، وصلناه في نص النافذه. في عندنا التاني وهو الواي سنتر، ده بيوصلنا الكلام بس كده من هنا كده، من نص النافذة، بس من جهة اليسار في المكان ده كده بالظبط. طبعا سيفت. تيجي هنا تشغل اهو زي ما انت شايف كده. بص وصل الكلام منين اهو، حط لك الكلام هنا كده في المنتصف. شايف؟ يعني حطه لك كده. ده كده اسمه ايه؟ الواي سنتر. وما تنساش اول حرفين كابيتال اهو، الاكس سنتر والواي سنتر. في عندنا السنتر نفسه، ده بقى بيوصل لك الكلام في المنتصف بالظبط زي ما انت ما شايف كده. بص كلمة سنتر فين اهي؟ في المنتصف بالظبط. لو اديته كلمة يسنترك في المنتصف بالظبط. كلام جميل كده. ايه اتكلمنا عن ازاي توسطن الكلام. هنتكلم بعد كده عن ازاي تضيف بانرز. نجيب لك المثال. انا هنا عندي بانرز جاهز، وعندي النص اللي انا هضيفه على البانر. هنا كده قلت من مكتبة الباي ستايل اتلي اد. اول حاجة عملت متغير اسمه بانر واحد، اديته هنا ايه؟ اديته هنا البانر بتاعي. بعد كده جبت النص التكست واديته هنا لمين؟ للمتغير ده. يعني النص ده كده انا شلته في المتغير ده اللي اسمه تكست. بعد كده طبعت قلت برنت اد دوت اد. طبعا اول حرف كابيتال من كل ايه كلمة. اول حاجة خدها البانر وخد مني التكست وخد 4. ايه 4 دي؟ ايه الارجيومنت التالت ده اللي اسمه 4؟ الارجيومنت التالت ده هو المساحة قبل المساحة الفاضية قبل الخطوط. تمام. والديفولت بتاعها اصلا بيبقى صفر. تعالى كده نسيف الكود ده كده ونيجي ننفذ. زي ما انت شايف طبع لي البانر، وهتلاحظ هنا كده اللي خد مسافة 4 يعني قبل. طبع لي البانر اهو، وايه طبع لي النص كده زي ما انت شايف. كلام جميل. ده كده بالنسبة ازاي تضيف بانر. نيجي بعد كده ازاي تضيف بوكسز. ازاي تعمل بوكس. ده كده ازاي تعمل بوكس. اول حاجة قلنا from من مكتبة الباي ستايل import هات لي البوكس. بعد كده هنا طبعت البوكسات دي. قلت هنا برنت بوكس دوت. عندي 3 انواع منها، عندي اللاينز والسيمبل كاب والدبل كاب. دول كلهم الارجيومنت بتاعهم بياخد سترينج، بياخد نصوص بس. اول واحد اقول لاينز، قلت من البوكس دوت لاينز، وهنا البوكس دوت سيمبل كاب، وهنا البوكس دوت دبل كاب، واديته الارجيومنت ده اللي هو هلو ويلكم تو باي ستايل. سيفت الكود. نيجي ران. ده كده بالنسبه للاشكال بتاعه البوكس. عندنا اول شكل زي ما قلت لك اللي هو اللاينز اهو، ده كده اول شكل معاك في البوكس. عندنا الشكل التاني وهو السيمبل كاب، اللي انت زي ما انت شايف كده مربع بس من خطوط، اللي هو السلاش. تمام. عندنا بعد كده هنا الدبل كاب، اللي هو خطين مندمجين دبل كاب. ده كده بالنسبة للتلاتة بوكس. ده كده الشكل بتاعهم اهو. ده كده ايه الشكل بتاعهم. نيجي بعد كده للكرسور. ازاي نظهر الكرسور. ده كده انبوت عادي، وده كده ايه انبوت من غير كرسور. هنا قلت from by style import cursor. من الكرسور هات لي show cursor، وهنا برضو cursor هات لي الهيد cursor.
هنا طبعا في انبوت، هتلاحظ ان في انبوت ايه بعد الشو كيرسور وفي انبوت بعد الهيد كيرسور. هنا نيجي اول حاجه بس ننفذ عشان نشوف الدنيا. ادي اول حاجه اهو الكيرسور زي ما قلت لك هو الوميض اللي انت شايفه ده، هو ده الكيرسور. اكتب ادي كده ايه عبده. هنا احنا هو ليه الكيرسور ده ظاهر؟ الكيرسور ده ظاهر عشان انا هنا مديله شو كيرسور. طبعا زي ما قلت لك اول حرف من كل كلمه كابيتال ولازقين في بعض مفيش ما بينهم مسافات او اندرسكور. ده كده بالنسبه للانبوت مع الكيرسور. هنا كده طبعت اول حاجه الكيرسور، نفذت الاول، بعد كده ايه جبت الانبوت بعديه. ده الكيرسور اللي هو الوميض اللي انت شايفه ده، ادوس انتر. ده كده بقى هنا الهيد كيرسور، هنا كتبت بعديها كيرسور دوت هيد كيرسور وطبعت الانبوت بعديها. بص هنا كده مفيش كيرسور. هل انت شفت الوميض ده؟ الوميض ده مش موجود. انا اقدر اكتب اهو تاني مفيش وميض زي ما انت ما شايف كده اهو. تمام. ده كده بالنسبه للشو كيرسور والهيد كيرسور. نيجي بعد كده على السيستم فانكشن. عندي السيستم فانكشن اللي هو التعامل مع الكوماند برومبت. اول حاجه كده مبدئيا انت عندك هنا بتقول هنا فروم باي ستايل امبورت سيستم. تمام. لو انت حابب تتاكد ان الكوماند برومبت بتاع الويندوز اللي هو السي ام دي ده بيدعم الالوان بتاعه المكتبه دي، بتكتب امر system.init، بتبقى اول حرف كابيتال وتقفل بالقوسين. ده بيتاكد لك اذا كان السي ام دي بتاعك بيدعم الالوان في المكتبه ولا ما بيدعمهاش. تمام. دي اول حاجه. بعد كده عندك السيستم دوت كلير ده بيمسح لك التيرمينال. يعني زي ما انت شايف كده هنا التيرمينال اهو ايكو كده، بعت لك مثلا ايكو اهو، اجي هنا ادوس امر سي ال اس بيمسح لك الكوماند برومبت زي كده، ينضف لك الشاشه بتاعت الكوماند برومبت. التايتل هو العنوان بتاع الكوماند برومبت، العنوان ده بتاع النافذه بتاعت الكوماند برومبت. السايز هو الحجم بتاع النافذه، الحجم ده حجم النافذه دي قد ايه، الحجم بتاع النافذه. تمام. السيستم دوت كوماند بقى هو الاوامر اللي انت بتديها للكوماند برومبت. يعني مثلا عندي امر هنا اي بي كونفيج مثلا، ده كده الامر بتاع الشبكه. تمام. او عندي امر ايكو مثلا ايكو عبده، طب على عبده. دي كلها اوامر للكوماند برومبت. تعالى كده ايه نبتدي نجرب الاوامر دي كلها. انا هوقف كده ايه كده امر ابتدي انفذها. اول حاجه انا عايز اتاكد هل الكوماند برومبت بيدعم الالوان ولا لا. نفذ. طبعا بيدعم. طب عرفت ازاي؟ اصله ما جابليش خطأ ولا جاب لي اي حاجه، عشان كده ايه اتعامل معايا عادي اهو كده. طالما اتعامل معايا عادي يبقى هو بيدعم. تمام. اجي هنا مثلا هعمل input، هكتب هنا عبده، او مثلا enter your name، وانفذ بعديه الامر بتاع system.clear. تعالى كده بص كده لاحظ اكتب عبده كلير، نضف لي الشاشه. ده كده السيستم دوت كلير بنضف الشاشه. عندنا بعد كده امر تاني وهو التايتل اللي بيغير لي عنوان التيرمينال. بص كده على التيرمينال، بص كده فوق مكتوب ذا تايتل، انا هنا فعلا كاتب ذا تايتل. عندنا السيستم دوت سايز ده بيغير لي الحجم بتاع النافذه. انت هنا عايز العرض كام؟ مثلا انا عايز العرض 25 في ارتفاع 25. نفذ لي. بص كده النافذه اهي، عرض 25 في ارتفاع 25، نفس العرض اللي انا اديته له ونفس الطول اللي انا اديته له. تمام. عندك السيستم دوت كوماند ده اللي بينفذ اوامر السي ام دي. انا هنا اديته امر الايكو، قلت له ايكو هلو
يعني ايكو كلمة هلو، اطبع لي كلمة هلو، نفذ هتلاقيه طبع لك كلمة هلو زي ما انت ما شايف كده، شايف طبع لك كلمة هلو. وكده يعتبر كده محاضرتنا خلصت، وانت الحمد لله مبروك يعني اتعلمت المكتبة بالكامل، بقت عندك خبرة في مكتبة الباي ستايل، وعندك خبرة ان انت تخلي التكست يوزر انترفيس شكله جميل، وتقدر تبهر بيه اصحابك او العملاء بتوعتك وغيرهم من الناس. اشوفكم في الحلقات الجديدة. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد من الفيديو ويستفيدوا اكتر من المكتبة دي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.